تعالوا نتعرف على الصفقة الأغلى لنادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي، زياد كمال. زياد هو لعيب نص ملعب بيجيد أدوار لاعب مركز 6 ومركز 8، ويلا نشوف أهم صفاته. مبدئيا هو لاعب بيجيد التسديد من مسافات بعيدة، ومش بس مجرد تسديد عشوائي ولكنه بيقدر يسجل منها أهداف. كمان بيقدر يستلم الكورة وظهره للملعب ويطلع من تحت الضغط بكل سهولة وينقل فرقته من مرحلة لمرحلة تانية خالص. بيقدر كمان يراوغ وعنده مهارة فردية على مستوى عالي ويعدي في الواحد لواحد بكل سهولة، بالإضافة لقدرته العالية على التمريرات الطولية والقطرية وتغيير الملعب بسلاسة ودقة ملهاش حل. عنده تدخلات مميزة جدا وبيقدر يستخلص الكرة بدون أخطاء. ولكن مفيش حاجة بتيجي ببلاش. الزمالك من وجهة نظري بيحاول يلاقي بديل لإمام عاشور، وأعتقد إن زياد كمال فعلا بروفايل قريب جدا من إمام، ولكن الصفقة مكلفة جدا، يمكن الأغلى في تاريخ الزمالك في ميركاتو شتوي، خصوصا إن هو لعيب إعارة 2.5 يكلف الزمالك تقريبا 30 مليون جنيه غير الحوافز. لو كمان يقدر إنبي يبيع اللعيب بعد أول سنة وهو في الزمالك ويدي الزمالك بس 10%، مش محتاج أصلا موافقة الزمالك. ولو إنبي باعه في السنة التانية الزمالك هياخد 20% بس من ثمن الصفقة، ده غير طبعا حصول إنبي على مبالغ إضافية لو الزمالك كسب الكاس أو الدوري، بدون وضع شروط متعلقة بنسب مشاركة اللعيب مع نادي الزمالك. يعني ممكن اللعيب ما يلعبش وبرضه إنبي ياخد فلوس لو الزمالك أخد البطولات دي. قول لي بقى وجهة نظرك في الصفقة دي، وهل شايفها فعلا تستحق المبالغ الكبيرة اللي اتدفعت فيها ولا لا؟